السلام عليكم اصدقاء سندباد، يا رب تكونوا بخير. دلوقتي احنا على مشارف رحله جامده جدا لمدينه سيوه الجميله. طالعينها دلوقتي من مرسى مطروح، من مقر السفر كيلو 102 تحديدا، اتوبيسات غرب الدلتا ورانا اهي. ده المكان اللي بنقدر نحجز منه السفر من مرسى مطروح، او بناخد ميكروباصات هناك كده. برضو بتطلع مرسى مطروح في خلال ما بين ساعتين ده بالميكروباص، او 3 ساعات ونص بالاتوبيس من مرسى مطروح. طبعا الرحله من مرسى مطروح احسن وافضل كتير من الرحله من القاهره، بتاخد 11 ساعه 10 ساعات ونص على حسب حاله الاتوبيس. اما مرسى مطروح بتبقى افضل. فاستغليت وجودي في مرسى مطروح، وهطلع بيكم دلوقتي حالا على رحله جامده جدا لسيوه. حزموا امتعتكم واربطوا احزمتكم وتابعوني. وخدت شنطتي الهاند باج وجبت سندوتشاتي وركبت الباص زي ما انتم شايفين، كان ظريف وكويس. ومضت رحلتي 4 ساعات. وصلت سيوة الساعة 8 مساء. زي ما احنا شايفين كده، ركبنا مع الراجل الطيب اسمه سعودي تريسيكل، وتكوسة مطروح هي التريسيكلات. وبعد كده اكتشفنا ان في عربيات هنشوف مع بعض. الطريق في سيوة غير ممهد خالص، وبتمشي في طرق وعرة وهيش، وتحس ان انت في غابة فعلية. كان الطريق فعليا موحش لحد ما وصلنا للفندق غاليت. عم سعود يا جماعة، أول شخصية محترمة قابلناها في سيوة، وده المكان اللي هو التوصيل التوك هو التروسيكل. يلا. كنت سمعت عن الفندق قبل كده من يوتيوبرز قبلي راحوه، انه جميل وواسع وكله نخيل وخضرة، لكن لما شفته كان شيء تاني خالص. انا دخلت الفندق في المساء زي ما انتم شايفين كده، الساعة داخلة على 9 مساء. وطبعا بدأنا ندور على الريسبشن، حتى الموظفين ما كانوش موجودين. كنا خايفين جدا ما نلاقيش سكن في الفندق ده، لان فعلا كنت عايز اسكن في الفندق ده وكان عندي حق. وبدأنا نتكلم مع موظف الريسبشن، وكان من حظنا ان في غرفة وحيدة صغيرة. دخلت عشان اشوفها زي ما انتم شايفين، واسبي الاقيها غرفة كده بسيطة جدا، فيها يا دوبك سريرين، والسقف بتاعها من جذوع النخيل زي ما احنا شايفين. وسبحان الله كان فيها نخلة. وهنا الحمام بدائي بسيط زي ما احنا شايفين كده. كنت حاسس ان انا في فيلم من افلام ظهور الاسلام والحاجات القديمة بتاعت زمان دي. لكن النظافة ما اقولكوش، مناديل وبشاكير، والسخان بتاعك شغال، والدنيا جميلة، ومية في الفندق. لكن المية اللي كانت في الحنفيات بصراحة ما كانتش تتشرب، كانت مالحة. المفتاح مفتاح كده يحسسك ان انت يعني ايه، من العصور القرن الوسطى كده، ما قطع له شجره مخصوص عشان يعملوا مفاتيح القريه. ومكتوب عليه غاليت اوكوليدج، غاليت اوكوليدج. الغرفة دي كان المفروض نمشي تاني يوم، لكن مدينا فيها رحلتنا 3 أو 4 أيام غير الليلة دي. ما اقولكوش على جوها الجميل، كانت الدنيا حر نار، لكن في الأوضة كان طراوة غير طبيعية، لأنها معمولة من مادة معينة هنتكلم عنها خلال الفيلم. مباني فندق غاليت وفنادق كتير في سيوة معمولة من مادة اسمها الخرشيف، دي مية وملح وطين. دي بتخلي الجو جميل جدا، حتى لو الدنيا حر كأنك في تكييف تمام. والسكن هناك كمان بيئي، وهنعرف مع بعض يعني ايه. ولكن بعد ما سكننا لقينا نفسنا جعانين قوي، فاستدعينا عم سعودي تاني، وبدأنا ركبنا معاه عشان يدور لنا على مطعم. المطاعم بعيدة قد ايه عن هنا؟ في الميدان مكان ما خدتكم. والله العظيم. ماشي عادي. طيب انتوا عايزين مطعم نضيف، مطعم نضيف. ماشي يا باشا. مطعم كده بيعمل اكلات سيوية. سوية؟ ولا مفيش؟ الاكلات اسمها مش عارف اسمها المندي ولا حاجه. ايوه بيعملوا فراخ في المندي، عارف المندي؟ وصلنا لمطعم عشان العشاء اسمه علي عليوة. خش اصوركم دلوقتي اهو. المطاعم كلها في سيوة بتقدم المندي والمبخر، وهو الفراخ او اللحمة تحت الارض. بيستووا في درجة حرارة معينة تحت الارض، وبيطلعوا طعمهم جميل وتحفة. وهنا زي ما انتم شايفين المطعم بدائي وجميل ولذيذ بين جذوع النخيل والاشجار،
والناس كلها لابسين اليونيفورم السيوي الجميل ده. وبدأنا نشوف المنيو بتاع المطعم الظريف اللذيذ مع بعض، غرف كده والقعدة عربي. وده كان منيو الاسعار. اللي عجبني في المكان ان انت تحس في مكانك في مكان بدائي جدا، لكن خدمتك تاخدها 5 ستار. ربع لحمه. اتفضل. دي سلطات جميله والله. غرف قعدة عربي زي ما احنا شايفين، بتخلع الحذاء وبتخش تقعد في القعدة العربي الجميلة عشان تاكل احلى اكل سيوي. قعده عربي. دلوقتي يا جماعه نزل الاكل السيوي الجميل اللي طلبناه. طبعا الاكل كله سيوي، كسكسي، فراخ مشويه، خضار، شوربه، طحينه، سلطه. الصراحه الكسكسي طعمه حكايه، ولسه هندوق الفراخ اهو، والقعده تحفه. دلوقتي احنا في السوق بتاع سيوه زي ما احنا شايفين كده. المحلات على الطراز السيوي القديم كلها ماشيه بيكم اهو. النهارده اول ليله لينا في سيوه وبنتمشى في السوق زي ما احنا شايفين كده. التريسيكلات حوالينا، هي دي التكوسه بتاع سيوه. سيوه ما فيهاش تكوسه، واكتر المحلات اللي بتميزها هي محلات العطاره. وادي موقف الايه، التريسيكلات، قصدي التكوسه. هنا في فرش عربي بقى وحاجات عربي وزيتون. تعالوا كده نخش نتفرج كده. احلى حاجة بعد اي اكل دسمة انك تتمشى شوية في سوق سيوة الجميل. وفعلا لقينا حاجات جميلة جدا، ابوجارات كده من الملح بتتنور بالليل، وكانت الاضواء والاجواء تحفة. غير الفرش السيوي والسجاجيد السيوي، الحقيقة كان كل الاماكن حوالينا والمحلات بطعم خاص مميز، هو الطعم السيوي. كمان وسط البلد جنبها قلعة شالي، ودي متنورة كده بأضواء جميلة في المساء. كان الجو تحفة، فكرني بالسوق القديم ولكن بالطعم السيوي. دلوقتي احنا قدام محل كده ظريف الحاجات اللطيفة دي. في زي طرح كده وسجاجيد وحاجات اشكالها جميل جدا. في حاجات كده حلية تحط على المكاتب وتحط سلسلة. دي شنط، حاجات جميلة كده، بازارات يعني اللي بيحبوها الأجانب. حاجات في الشنط اهي. اهو يا جماعة، ده صابون معطر ده ولا ايه؟ بقى الكهارب الجميلة. السلام عليكم. هي دي كهارب بقى بتحط في الكهرباء تطلع كهرباء وريحة، ولا تطلع ايه دي؟ دي اباجوره معموله من الملح. اباجوره معموله من الملح. طب ايه فوائدها بقى؟ هي دي هي بتتحط في البيت، بتسحب الطاقه السلبيه وبتدينا طاقه ايجابيه. بس كده. غير الديكور بتاعها طبعا الكهرباء والالوان. هي موصله طب بالكهرباء صح؟ ده ملح ولا الاباجوره كلها ملح؟ الاباجوره كلها معموله من الملح. تسحب الطاقه السلبيه. اباجوره يا جماعه من الملح تسحب الطاقه السلبيه. زي ما احنا شايفين كده، يعني هم بيتكلموا لغه تانية خالص انا مش فاهمها. هنا مكان اسمه سيوة اورجانيك، هوريه لكم حالا. اسمه سيوة اورجانيك. هنا ازاز، ازاز ملون.
محلات كده بدائية خالص وتشد العين لأول وهلة يعني. أوريكم بقى أحسن، أوريكم أحسن ألف في الكاميرا. هنا يا جماعة يعني معقل أتوبيسات سياحية لناس نازلة السوق اللي ورانا ده وبتشتري منه. مجمع أسواق لزيت زيتون، زيت زيتون وزيتون وأحجار. وهنا ورانا إيه الباصات السياحية واقفة، الناس نزلت عشان تشتري، ونعناع. قريبة جدا من أسواق مطروح، بس بتمتاز عنها ان فيها اجانب كتير ونسبة الاشغال الاجنبي فيها اكتر. مشهورة جدا واحد سيوة عن مطروح بالاشغال الاجنبي. هنشوف محلات الزيتون دي كلها برطمانات زيتون اللي ورانا دي. وهنا الباصات السياحية واقفة، والبلح اللي باللوز، والبلح كل ده بلح سيوي. وطبعا مهرجان سيوة البلح الشهير والزيتون وزيت الزيتون وخلافه، دي من اشهر منتجات سيوة. يا مساء الجمال عليكم. احنا دلوقتي بقى في الفندق كده في المساء، وبنوريكم فندق غاليت ايكوليدج. ده البسين بتاعه زي ما احنا شايفين كده قدامنا، منظر هادي كده وجميل وحبة نخيل حلو. الفندق اللي جنبه اسمه شالي لورد، انا افتكرت اسمه. ان شاء الله برضه اصوره لكم عشان ايه يبقى انا صورت لكم اكتر من فندق مش فندق واحد. بس بصراحة غاليات ايكولوجي ده فندق من الفنادق الجميلة جدا. فعلا فيه كله كده نخيل وغرفه جميلة وهدوء، تحس نفسك كده فاصل عن الدنيا خالص. سيوة بلد هادية وجميلة، وكل مبانيها كده فعلا بتريح الأعصاب. يعني أنا نزلت السوق اشتريت الأباجورة اللي هي بالملح دي، هوريها لكم. وبصراحة يعني انبسطت جدا بالمكان، يعني لحد دلوقتي كده أعصابي هادية كده والدنيا رايقة حواليا يعني. سيوة جميلة، كملوا معنا.